بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أشرف عبد الرحمن، أستاذ مساعد النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. النهاردة بستعرض بحثي في المؤتمر الدولي العلمي السابع بأكاديمية الفنون، وهو بعنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الفنية والبحث العلمي. عنوان بحثي بعنوان الذكاء الاصطناعي في الموسيقى العربية بين التشويه والابتكار. طبعا احنا يعني مشكلة البحث بتكمن في ان موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الموسيقى وهذا التكنولوجيا الحديثة، هذه التكنولوجيا الحديثة أثارت جدلا كبيرا جدا بين مؤيدين وبين معارضين، وهذا البحث بيستعرض مدى تأثير هذا الذكاء الاصطناعي على مستقبل الموسيقى العربية من حيث السلبيات ومن حيث الإيجابيات، لأن معروف طبعا ان كل تكنولوجيا حديثة بيبقى لها سلبياتها وبيبقى لها إيجابياتها. فهذا البحث بيتناول من خلال الآراء المتناقضة بين التشويه، ناس بيقولوا بيشوه التراث، وبين الابتكار والتجديد في الموسيقى العربية. وهذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الجديدة الحديثة علينا في الفنون عموما، وهو دخول الذكاء الاصطناعي، وما زال المجال فيه مجال جديد ويحتاج إلى الكثير من الأبحاث العلمية. عناصر البحث أنا عامل استعراض تاريخي للتغيرات التي أثرت بشكل مباشر في الموسيقى العربية والمصرية بالأخص خلال القرن العشرين، لأن أنا عايز أثبت أن ليست العلاقة بالتكنولوجيا ما بين الموسيقى والتكنولوجيا ليست مجرد علاقة يعني حالية أو علاقة جديدة، ولكن هي علاقة قديمة جدا. فاستعرضت التغيرات اللي حصلت في القرن العشرين في الموسيقى العربية في مصر وتأثيرها على الإبداع الموسيقي. ثاني نقطة، استعرضت أن التكنولوجيا الحديثة وأنظمة التسجيلات الصوتية لما دخلت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات انتشرت بشكل كبير جدا، إن ده برضو أثار جدل وأثار إن في ناس كانت معه وناس ضد، وده برضو استعراض تاريخي. ثالث حاجة هو موضوع بحثنا الأساسي والمهم، وهو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حركة الإبداع الموسيقي. رابع حاجة بستعرض السلبيات والإيجابيات والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي واستخداماته في الموسيقى والفنون. بعد كده التوصيات. إنما بالنسبة للجزء التاريخي، وهو التغيرات اللي حصلت في القرن العشرين زي دخول التسجيلات الصوتية سنة 1904 في مصر، كان طبعا ده كان له تأثير كبير جدا في الموسيقى العربية وتسجيل الكثير من الأعمال وحفظها من الاندثار. ثاني حاجة دخول السينما سنة 1932، وطبعا كان أول فيلم كان فيلم غنائي وهو أنشودة الفؤاد بطولة زكريا أحمد ونادرة. وطبعا حلت السينما الغنائية محل المسرح الغنائي فيما بعد، وابتعدوا الفنانين عن المسرح الغنائي واتجهوا إلى السينما، وكان أولهم طبعا عبد الوهاب وأم كلثوم، ثم من جاء بعدهم سواء فريد الأطرش، محمد فوزي، وحاجات زي كده. وكان ده له تأثير طبعا على حركة الإبداع الموسيقي وشكل الموسيقى في تلك الفترة. نأتي طبعا بعد طبعا ما طلعت الإذاعات الأهلية في مصر. الإذاعات الأهلية حوالي سنة 1927، وجت الإذاعة الرسمية الحكومية المصرية سنة 1934، وكان الإذاعة لها دور كبير جدا في شهرة زي ما قلنا كثير من المطربين. دخول الميكروفون وأجهزة الصوت ومكبرات الصوت في الحفلات الموسيقية ده جعل إن يبقى في مطرب بيغني بلا عناء وبلا يعني أعطت فرصة كبيرة للأصوات إن هي الضعيفة والخافتة إن هي تظهر على الساحة الفنية، وده غير موازين وأساليب أو تقييمات المطربين. يعني زمان في القرن ال19 من سمات المطرب علشان يبقى مطرب لازم إن هو يكون صوته قوي جدا ويسمع على آخر الصالة. إنما هنا طبعا مع المكبرات الصوتية فهنا المفاهيم اتغيرت، التقييم الصوت اتغير، ضعف الصوت أو خفوت الصوت ما عادش مقياس، ما عادش عيب يعني في الصوت. المكبرات الصوت عالجت هذه القضية، وأصبح عندنا صوت زي عبد الحليم زي فيروز، أصوات خافتة أو أصوات ليست قوية ولكنها أصوات تمتلك من الشجن والإمكانيات الصوتية والإحساس والحليات الصوتية ما يعني جعلها في مصاف كبار المطربين والمطربات.
طبعا سنة 60 طبعا ظهور التلفزيون المصري أثر تأثير كبير جدا في نقل الحفلات على الهواء، وده أثر في حركة الإبداع الموسيقي طبعا بشكل كبير جدا، والذوق الموسيقي والثقافة الموسيقية. تطور أجهزة التكنولوجيا الصوتية وظهور التراكات بقى في نصف الثامن القرن العشرين، يعني ظهرت في السبعينيات، أواخر السبعينيات ظهر نظام التراكات، إن كل عازف يدخل يعزف بمفرده من غير ما يشوف العازف الآخر، وده انتشر بشكل كبير جدا. وحتى الفنان الكبير محمد عبد الوهاب كان معترض على هذه التكنولوجيا الحديثة، قال إن هي بتفقد الأسرة الموسيقية اندماجها وإحساسها وجو الأسري اللي هو بيتمتع به العازفين مع بعضهم، وكل واحد بيبدع في وجود الآخر وهو جنبه. ودي كانت من سلبيات إن مفيش روح، حتى قالوا مفيش روح إن عازف يدخل يعزف لوحده ويمشي، مفيش إحساس، مفيش روح الجماعة، خاصة الموسيقى عمل جماعي. ولكن في النهاية التراكات لها مميزات كتيرة جدا، توفير للوقت، توفير للفلوس، توفير للمجهود. الميكس بيبقى أفضل طبعا، بنقدر نعلي تراكات ونوطي تراكات، بيبقى أفضل طبعا. ففي مميزات وفي عيوب. أنا هذا الاستعراض التاريخي من أجل إن إحنا بنقول إن الموسيقى ارتباطها بالتكنولوجيا ليست وليدة هذه الأيام، ولكن لها تاريخ طويل، يعني منذ بداية القرن العشرين بالأخص، مع التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا وأجهزة الصوت. طبعا التطور التكنولوجي الهائل اللي ظهر بقى في فترة الثمانينات والتسعينيات، وظهر بشكل كبير جدا البرامج الموسيقية، ان اصبح بقى السيكونسر والحاجات اللي بتكتب نوتة، اللي ممكن نعزف على الاورج على الميدي ينكتب نوتة او العكس، نحط للبرنامج نوتة يطلع يقراها. فده طبعا برضو كان لها سلبياتها ولها ايجابياتها، ان في ناس دخلت الفن وما بيعرفوش يقروا نوتة او ما يكتبوش نوتة او مش دارسين واصبحوا فنانين. ظهور بقى تقنية الهيلوجرام كانت آخر حاجة سنة 2020. الهولوجرام ده طبعا اللي هو تجسيد شخصية عبد الحليم أو أم كلثوم أو أي شخصية توفت من زمان من خلال أشعة الليزر على المسرح بالحركات، يعني هو تقنية بصرية. وده طبعا تأثيره هو جميل جدا وملوش سلبيات، لأن مفيش لعب في الصوت، لأن احنا بنتعامل مع المطربين إن هو صوت ولحن وكلمات. طالما مفيش لعب في الصوت ولا في اللحن ولا في الكلمات خلاص تمام. إنما تجسيد الشخصية نفسها على المسرح ده شيء كان كويس جدا، ودي كانت تقنية جديدة ومهمة جدا. طبعا بقى ظهور الذكاء الاصطناعي اللي بيعد طبعا الصيحة الأخيرة الآن في عالم الموسيقى وعالم الإبداع الفني عموما. واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت يعني تتعدى وتتخطى حدود كثيرة جدا، وأنا يعني حاولت أحصرها في الكثير من العناصر. منها أن بيستخدم الذكاء الاصطناعي في استنساخ الصوت البشري، ومنها عملية التأليف الموسيقي، ومنها عملية الميكس والريميكس، ومنها عملية التحليل الموسيقي. طبعا ما فيش مراجع كتبت أو كتب كتبت في هذا الإطار، ولكن أنا حاولت أن أنا أوضح ده من خلال الاستخدامات اللي بتبقى موجودة على النت للذكاء الاصطناعي في الموسيقى. أول حاجة الاستنساخ إن هو بيستنسخ صوت مطرب من المطربين القدماء زي أم كلثوم أو عبد الحليم، وبيحوله لموديل. الموديل ده اللي هو زي نموذج كده، بنطعم الذكاء الاصطناعي بأغاني كثيرة لعبد الحليم أو أم كلثوم أو هذا المطرب، فبياخد بصمة الصوت، وهذه البصمة تصبح موديل، ثم يستخدم هذا الموديل بأن هو يغني أغاني جديدة وألحان جديدة بكلمات جديدة. ده استنساخ الصوت. تاني حاجة عملية التأليف الموسيقي، إن أنت ممكن نكتب مواصفات الموسيقى اللي إحنا عاوزينها، كلاسيك أو رومانتيكي أو يعني حزينة أو سريعة، وبناء عليه الذكاء الاصطناعي من خلال العديد من البيانات اللي احنا أدخلناها له يستطيع أنه هو يألف مقطوعة موسيقية وفقا لهذه المواصفات. عمل الميكس والريميكس. الريميكس والميكس ده شيء مهم جدا طبعا في الموسيقى، ان هو الذكاء الاصطناعي بيحرر الملفات ويقدر يعدلها ويفصل المقاطع والتراكات عن بعضها، فبيسهل عملية الميكس ما بين هذه العناصر بشكل كبير جدا. وعملية الريميكس ان هو لما بيفصل الصوت الغنائي عن الآلات الموسيقية او عن الإيقاعات، بنستطيع ان احنا نعمل يعني الموزع الموسيقي او المؤلف الموسيقي يشيل آلة ويحط آلة أخرى، أو يشيل إيقاع ويستبدله بإيقاع آخر. وده يعني عملية طبعا بقت موجودة بشكل سهل جدا مع برامج الذكاء الاصطناعي. التحليل الموسيقي
مش بس كده، مش بس الذكاء الاصطناعي اصبح ان هو بيستنسخ الصوت ويعمل تأليف موسيقي ويعمل ريميكس والميكس، ده اصبح بيحلل. نديله في برامج للذكاء الاصطناعي بنديله المقطوعه الموسيقيه، وفجاه تبص تلاقيه حلل لك هذه المقطوعه الموسيقيه وطلع لك اسم السلم الموسيقي، وزي ما احنا شايفين كده اهوت، وتحديد نوعيه الموسيقى كلاسيك او رومانتيك، وبيدي لها نسب كمان. يعني يقول لك هي كلاسيكيه بنسبه 80 في 89% زي ما هو موجود قدامنا كده. غير كده بيحدد السرعه، فبيسهل على الناقد الموسيقى او المحلل الموسيقي ان هو بيديله بيانات كافيه حوالين هذه المقطوعه الموسيقيه، نتيجه المعلومات اللي مخزنه بداخله عن سمات هذه الموسيقى، او سمات موسيقى الكلاسيك والرومانتيك وكل الموسيقات. طالما انت مغذيه بالمعلومات هيديك داتا ادق واكثر يعني عمقا. طب ايه السلبيات بقى اللي ممكن تواجهنا؟ ان في بعض المؤلفين الموسيقيين قال لك ان الذكاء الاصطناعي في الموسيقى بيفقد فرصه العمل للموسيقيين التقليديين. طبعا، لان وبعدين بيدخل كمان من سلبياته ان بيدخل ناس مالهاش علاقه بالموسيقى، وبتدخل للاسف يبقوا مبدعين موسيقيين، وهنا بيختلط بقى المؤلف الموسيقي اللي هو الموهوب عن المؤلف الموسيقي الغير موهوب. في قضيه مهمه جدا، وهي من قضيه الملكيه الفكريه. مع الذكاء الاصطناعي بتضيع حقوق الملكيه الفكريه لكثير من المؤلفين، وانا برى ان لازم يعني يسن تشريعات قانونيه جديده تتمشى مع هذه المجريات في هذا العصر، تتمشى مع موضوع الذكاء الاصطناعي. لازم يصاحب ده قوانين يعني رادعه علشان موضوع التلاعب والسرقات في الاعمال الفنيه القديمه بالاخص، لان ممكن ناخد عمل قديم ويعاد توزيعه او يعاد تقديمه بشكل يؤثر على شكل العمل وكينونة العمل، وهنا بيضيع حقوق الملكية الفكرية لدى الفنان، ودي قضية خطيرة جدا. وبدأت أوروبا فعلا تحط قوانين تتمشى مع حفظ الحقوق الملكية الفكرية والحقوق المؤلف الموسيقي من خلال قوانين جديدة بتسن الآن. من السلبيات اللي برضو خطيرة في الذكاء الاصطناعي ان احنا دلوقتي الاعمال القديمة لفنانين العظماء لما بيتم استنساخ صوتهم وبنخليهم يغنوا اعمال جديدة من الذكاء الاصطناعي، ده خطر جدا. خطر جدا ليه؟ لان بعد 20 سنة او 50 سنة هتطلع الاجيال الجديدة يختلط امامهم الاعمال الحقيقية لهؤلاء الفنانين، سواء عبد الحليم، ام كلثوم، كل هؤلاء العظماء، تختلط الاعمال الاصلية اللي سابوها والتراث الخالد اللي سابوه هيختلط بالاعمال الجديده من خلال بالذكاء الاصطناعي. مش هنعرف بقى هو ده فعلا غناه ولا ما غناهوش، ولا ده ذكاء اصطناعي ولا مش ذكاء اصطناعي. وهنا بنهدم تراث كبير جدا لعمالقه الفن في الموسيقى العربيه، وبنشوه اعمالهم وبنشوه اصواتهم، وعبث بهؤلاء الاصوات الخالده. وانا شايف كباحث ان الموضوع ده المفروض تسن قوانين رادعه تجرم وتحرم استخدام هذه الأصوات واستخدام تراثهم وإعادته تاني من خلال الذكاء الاصطناعي، لأن ده هيؤدي إلى تشويه. ده أول حاجة. اندثار أعمال كثيرة، اختلاط أعمالهم الحقيقية بالأعمال الجديدة، وده هيبقى شيء مؤثر تأثير سلبي على تراثنا الموسيقى. الذكاء الاصطناعي أي نعم هنذكر إيجابياته، ولكن دي جريمة كبرى يجب أن يعني الوقوف عندها، لأن الفنانين سواء عبد الحليم أو أم كلثوم أو كل هؤلاء العظماء، الناس دي كانت بتقعد شهور وسنين علشان يعملوا أغنية وينتقوا الكلمات ويختاروا الألحان. ما نجيش احنا نخليهم يغنوا حاجات هم أساسا لو كانوا عايشين على وجه الحياة كانوا هيرفضوا تماما ده. فنيجي احنا بعد ما يتوفوا ان احنا نخليهم يغنوا أعمال هم أساسا مش راضيين، ما كانوش هيبقوا راضيين عنها أساسا. فلنتركهم كما هم عظماء، ونترك تراثهم، لأن تراثهم بيمثل تاريخنا وتاريخ الموسيقى العربية. نأتي لنقطة مهمة جدا، الإيجابيات بقى. طبعا الذكاء الاصطناعي له إيجابيات كثيرة، وأي تكنولوجيا حديثة لها إيجابيات كثيرة جدا، منها بنية الموسيقى. يمكن للذكاء الاصطناعي ان هو يساهم في خلق اشكال طبعا موسيقيه جديده من خلال قدرته على تحليل كميه هائله من البيانات الموسيقيه واستخدامها في تاليف موسيقى جديده. ليه بقى؟ لان احنا بنطعمه بداتا وبيانات ومعلومات كتيره جدا
من موسيقى مختلفة على مستوى العالم، وهو بناء عليه بيألف موسيقى وفقا لهذه الداتا الكتيرة اللي عنده. تاني حاجة توليد موسيقى. التوليد الموسيقي ممكن ان هو يعني الذكاء الاصطناعي بيقدر ان هو يحاكي انماط موسيقية موجودة ولكن بابتكارات وانماط جديدة، وده بيوسع افاق الموسيقى بشكل كبير جدا. تغيير دور الموسيقيين ممكن يغير دور الموسيقيين، لان الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الموسيقيين ان هم يدي لهم ايحاء وطبعا عملية تأليف وأداء مختلف وإبداع موسيقي جديد. الذكاء الاصطناعي أيضا ممكن إنه يحرر الموسيقى تلقائيا، مثل يعني إيه، يصحح أخطاء، يزيل الشوائب أو الضوضاء، يحسن جودة الصوت، وده طبعا بيتميز به الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. طبعا عمليه الريمكس اللي احنا قلناها قبل كده ان هو تحويل الموسيقى الى تنسيقات مختلفه، مثل تغيير السرعه وتغيير النغمه وتغيير الآلات الموسيقيه وحاجات زي كده. الذكاء الاصطناعي برضه هيأثر على الثقافه الموسيقيه والاستماع. طبعا يأثر، لانه بيساهم في تغيير ثقافه المستمع للموسيقى، وبيوفر تجارب موسيقيه جديده تتناسب مع احتياجات او احتياجات كل مستمع المختلفين في الاذواق. تفاعل الموسيقى بيمكن للذكاء الاصطناعي ان هو يخلق تجارب موسيقيه تفاعليه، ان هو مثلا نجد ان التفاعل مع الموسيقى من خلال حركات الجسم او الاشارات الصوتيه، والذكاء الاصطناعي قادر ان هو يوفر ده بشكل كويس قوي. برضو الذكاء الاصطناعي ممكن نستخدم موسيقى للمستخدمين بناء على تفضيلاتهم الشخصيه وسلوكهم. يعني مثلا انا عايز احب اسمع موسيقى كذا، ممكن اخلي الذكاء الاصطناعي يالف الموسيقى اللي هي ترضيني او اللي هي بتتناسب مع ميولي. طبعا التوصيات ضروره وضع اطار اخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى العربيه، طبعا ده عشان موضوع اندثار وموضوع تشويه التراث واصوات العمالقه. برضو دعم المبادرات التي تهدف الى تعليم وتدريب الموسيقيين العرب واستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي. ده الذكاء الاصطناعي ده لابد منه، لازم هنتعلمه، وشيء مفروض. اذا كان في سلبيات، حتى سلبيات كتيره او ايجابيات كتيره، لابد من ان احنا نتعلمه، لان دائما التكنولوجيا الحديثه بتطغي على كل شيء، ودائما في النهايه بنستخدمها وتظل واقع وامر نعيشه بلا محاله، فلابد من تعلمه. وعلشان كده بطالب ان احنا يبقى في مناهج تعليميه في الكليات والمعاهد الموسيقيه على مستوى الوطن العربي تدرس هذه التقنيه، تقنيه الذكاء الاصطناعي، وكيفيه استخدامها في تطوير الموسيقى العربيه لاخذ ايجابياتها، ويعني بعيدا عن السلبيات. انا بشكركم جدا، وكنت معكم اشرف عبد الرحمن، استاذ مساعد النقد الموسيقي باكاديميه الفنون، وعنواني بالبحث الذكاء الاصطناعي في الموسيقى العربية بين التشويه والابتكار، وذلك ضمن المؤتمر السابع بأكاديمية الفنون، المؤتمر الدولي العالمي السابع بأكاديمية الفنون، بعنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الفنية والبحث العلمي، مايو 2024. كل الشكر.